عاملين إيه يا جماعة؟ طبعًا أنا عايزة أقول إن وأنا باجهّز المقطع، حرفيًا كل حاجة عايزة تأخّرني عن تنزيل القصة دي، وطبعًا شكرًا ليكم على الدعم في القصة اللي فاتت. أنا قرأت كل التعليقات، زي كل مرة، ودي أول مرة ألاقي ناس كتير حبِّت النوع ده، وفهمت إن الرعب اللي باعمله هو رعب نفسي، رعب مبني على الغموض والألغاز، وبيحتاج تشغيل دماغ. أما الناس اللي مستنية قصص العيلة، استنوا عليَّ، لأن في قصة جاية الأسبوع ده إن شاء الله هتحرق دمكم. استنوا بس. ولو نزلت الأسبوع اللي بعده برضه مش مشكلة، لأن القصة تستاهل. أما بالنسبة لقصة النهاردة فبحب أقول لكم اسمعوا القصة للنهاية قبل ما تقرروا أو تحكموا عليها. وطبعا لأي حد بيسأل عن ليلى، فهي نفسها بنت أحمد وسلمى، وهي نفسها سلمى من سلسلة طائفة الصعود، وكل ده من روايتي، والأحداث دي حصلت قبل أحداث الرواية ما تبدأ. وحبيت أوضح النقطة دي للناس الجديدة اللي معانا. وبس يا جماعة، ويلا بينا نبدأ. المهم، لما طلبت مني سارة أساعدها في نقل أغراضها من السكن، فضلت أفتكر أول يوم جيت فيه المكان ده. بعد ما خلصنا ترتيب المكان، واحدة من البنات الأكبر مننا بسنة اسمها إسراء قالت لها عن الغرفة اللي في نهاية الممر إن فيها جن وكده. طبعا كلنا عارفين إنها بتحاول تخوف البنات الجداد، بس سارة فعلا خافت وحبت تعمل فيها الشجاعة وتقول إنها هتروح تدخل الغرفة. الغرفة كان عليها رقم 13، وكان باين إنها مش طبيعية في المكان. إسراء قالت إنها كانت غرفة لأغراض التنظيف، شبه مخزن كده، بس في بنتين توأم دفعوا لصاحب السكن فلوس زيادة عشان عايزين غرفة لوحدهم، وإنهم ما كملوش سنة في الجامعة وبعدها رجعوا بلدهم. بس من بعد ما مشيوا كل ليلة تقدر تسمع حد بيبكي جوه الأوضة، وكأن في جن يحب البنتين، ولما سابوا المكان بقى بيشتاق ليهم. هنا سارة اتحلت بالشجاعة وفتحت باب الغرفة ودخلت، وهنا شفتها. كانت غرفة عادية جدا، أقدر أقول إن البلاط والدهان فيها أغلى من باقي الغرف في السكن كله، وده لأن الأختين كانوا من بلد خليجية ودفعوا لصاحب السكن فلوس عشان يظبط المكان. شكله المستفيد الوحيد كان صاحب السكن. بس واحدة من البنات سألت هو ليه طيب مفيش حد بيجي يسكن في المكان ده؟ إسراء، ردت عليها لأن مفيش حد هيدفع فلوس كتير عشان يقعد هنا، وكمان كلام الناس عن الأوضة دي مخلي محدش بيخاطر يقعد فيها. سارة. اقتنعت أخيراً إن الأوضة ما فيهاش حاجة، وبدأت تورينا قد إيه هي شجاعة، وهي اللي دخلت الأول وواجهت الصعاب. وإحنا خارجين هنا شفتها، هنا عيني جت في عينها، وهي واقفة ورايا طول الوقت ده. أنا لما شفتها ما عرفتش أقول إيه أو أعمل إيه، فضلت متبنجة في مكاني وعيني في عينها لحد ما سارة رجعت وسحبتني. وهنا أنا افتكرتها. معرفش ليه أو إزاي أنا نسيت حاجة بالرعب ده. كانت بنت ما كانتش حقيقية، وفي نفس الوقت مش شبه الجني اللي كان فوق رحمة. بس هل ممكن تكون روح أو شبح؟ وفضل في بالي سؤالين: هي ليه كانت عندي وقتها؟ وأنا إزاي نسيتها؟ فضلت أحاول أفتكر حصل إيه بعد ما خرجت من الأوضة، وكنت طبعاً بشتغل بشكل تلقائي مع سارة، عايزة بس نخلص. وطبعاً للأسف فضلنا لنص الليل لأن الست هانم واخدة بيتها على سكن البنات. وطبعاً الموضوع أخد وقت أكتر لما وصلتها بيتها، بس قال لها أهلها كلهم سحبوا الحاجات في رحلة واحدة. قلت في سري العربية دي بتعاني معايا كتير. طبعاً أنا مرجعتش بيتي، لأ، أنا رجعت سكن البنات تاني. كنت عايزة أدخل الأوضة دي بأي طريقة. الخوف كان بياكل فيني، بس عايزة أفهم، لأن حاجات كتير بدأت تحصل وكلها من غير شرح، ومحدش عايز يشرح لي حاجة. وصلت سكن البنات وطلعت الدور اللي فيه الغرفة، وقبل ما أمشي سمعت صوتها. انت يا بنت، ليه بره غرفتك بالوقت ده؟ ايه ده؟ مش انت كنتي مع البت الزنانة بتحملوا غراض؟ مش مفروض مشيتوا خلاص؟ لفت لها، دي فوزية، المفروض تملق لها عشان تعدي الليلة. ايه يا ست فوزية يا ست الكل. ايوه صحيح، انا وصلتها ورجعت، بس كانت نسيت شوية حاجات وجيت اجيبهم ليها، وفضلت تزن عليا عشان اجيبهم دلوقتي حالا. لا ولا يهمك يا حبيبتي، خدي راحتك، بس خلصي بسرعة عشان اقفل وراكي. أنا درت وشي وأنا رايحة للغرفة، كان لازم أعمل حركات بوشي أفرغ بيها الطاقة السلبية بعد ما اتملقت الست دي. وهنا وقت الحقيقة. فتحت باب الغرفة، والغريب إنها لسه مش مسكونة بعد الوقت ده كله. دخلت وما كانش فيها حد. حسيت بخيبة أمل كبيرة الصراحة، بس تمام. فضلت قاعدة عند شباك الأوضة شوية كده، وبعدها أخدت نفس طويل وقلت يتم الرجوع للمنزل. بس وأنا جاية أخرج شفتها، كانت قاعدة في زاوية الغرفة. هنا أنا اتجمدت، والتاني مرة عيني بتيجي في عينها، ولسه في فرصة إني أجري وأمشي، بس لقيت نفسي بقولها. أهلا، ينفع أتكلم معاكي؟ لقيتها اتصدمت من سؤالي، وبقت تشاور على نفسها وتستفسر. قصدك عليا أنا؟ هنا الموقف بجد قلب كوميدي، بس ما قدرتش أمسك نفسي وقلت لها. هو في حد غيرك في الغرفة؟ لقيتها بتقول بذهول. هو أنتي تقدري تشوفيني؟
وبعدين هي كملت كلام مع نفسها بصوت مسموع. أكيد تقدر تشوفني، ما هي لسه متكلمة معايا. لقيتها جاية لعندي لحد ما بقت في وشي وبتقولي. إزيك؟ أنا لمار، أو اللي فاضل منها. قلت لها. أنا ليلى، وكنت جاية أدور عليكي عشان أسألك، هو إحنا اتقابلنا قبل كده؟ لقيتها بتحرك دماغها كأنها بتحاول تفتكر. لأ، مش فاكرة. سألتها. هو أنتِ شبح؟ يمكن لما كنتِ عايشة؟ لقيتها رمت الجملة اللي خلتني أتجنن. بس أنا ما متش، أنا جسمي اتسرق مني. هنا أنا اتجننت بجد وبدأت أشد في شعري وقلت لها. بالله عليكي، أنا بدور على إجابات مش أسئلة جديدة. أنا شفتك قبل كده في الغرفة دي من كام سنة لما جيت أنا وصحباتي. لقيتها فكرت كده وفجأة نطت وقالت. أيوة صحيح، افتكرتك، البنت بالهالة البرتقالية. بس شعرك كان طويل، أما دلوقتي فهو قصير، عشان كده ما تعرفتش عليكي. وباين إنك عارفة تتحكمي بالهالة بتاعتك أكتر من الأول. قعدت على الأرض في صدمة. أولاً أنا مش فاهمة هي بتقول إيه أصلاً. ثانياً كان حقيقي، أنا شفتها قبل كده وبطريقة ما نسيت الموضوع كله. لقيتها نزلت على الأرض وقعدت قدامي وبتسألني. في إيه؟ مالك؟ قلت لها والدوخة واكلاني. ولا حاجة، بس عندي أسئلة كتير من غير إجابة. أولاً أنا نسيت إني شفتك وافتكرت بس النهاردة ومعرفش ليه. ثانياً بتقولي إن جسمك مسروق. وثالثاً بتقولي هالة ومهالة. لقيتها قعدت جنبي وقالت بنبرة فيها غموض. أنا أقدر أقولك جسمي اتسرق إزاي، لو عايزة يعني. لقيت نفسي بقولها بدون تردد. اتفضلي. الموضوع بدأ معايا من وأنا عندي 14 سنة. عرفت سكة الأحلام الواعية أو اللوسيد دريمينج. ده يعني إنك فجأة تلاقي نفسك صاحية وجوه الحلم، مدركة تماماً إنك نايمة على سريرك بس بتتحركي جوه الحلم. أغلب الناس أول ما بيوصلوا للمرحلة دي بيقوموا مفزوعين، بس أنا؟ لأ. أنا فضلت وراء الموضوع، عاندت ودربت نفسي لحد ما بقيت متمكنة جداً منه. بقيت الحاكمة العالمي السري، بطير في السما، أهدم مدن وأبني مكانها ناطحات سحاب من الهواء، أغير الديكور وألعب في الدنيا كأنها لعبة بين إيديا. النوم ما كانش مجرد راحة، ده كان أحلى وقت في يومي، وللأمانة كان أحلى حاجة في حياتي كلها. نورا، أختي التوأم، كانت دايماً تبصلي بنظرة مش مريحاني، نظرة خوف على شفقة، وتقولي. يا لمار، اللي بتعمليه ده مش طبيعي. مش صحي أبداً إنك تكوني مستنية اللحظة اللي تغمضي فيها عينك وتنامي أكتر مما أنت مستنية تعيشي وأنت صاحية وسط الناس. كنت دايماً أرد عليها بابتسامة ثقة مبالغ فيها. يا نورة، أنت بس لو جربتي تشوفي اللي بشوفه وتعملي اللي بعمله كنتي فهمتيني. لما كنا صغار كانت مش مصدقاني، بس لما كبرنا هي صدقتني، والصراحة معرفش ليه. يمكن لما شافتني بجري على النوم قبل الكل وأصحى متأخرة كل يوم، كل ده خلاها تقتنع إني في عالم تاني في أحلامي. ولو تيجي للصراحة، حياتي ما كانت ممتعة أبداً. إحنا كنا ساكنين في دولة خليجية، وأهلي ما كانوا مهتمين فينا كتير. ودي من الصبح في الدوام، وأمي بنجرتها، وما كان عندنا غير التلفزيون. فهل أعيش في الملل وأنا أقدر أتحكم بعالمي الخاص؟ في عالم الأحلام مفيش كتاب تعليمات رسمي، بس في أصول وقواعد بتتعلمها من التجربة أو من حاجات شفتها على النت. القاعدة الأولى: إياك تبصي في مراية، صورتك عمرها ما هتطلع مظبوطة، والحلم هيلف يقلب كابوس مرعب في تانية. القاعدة التانية: متفكريش تقرأي كلام مكتوب على ورق أو يافطة، السطور بتتحرك وتتبدل كل ما تبصي لها، وده بيهدي ثبات الحلم ويخليكي تفقدي السيطرة. أما القاعدة اللي الكل كان بيحذر منها وأنا بكل غباء كنت دايماً بتجاهلها، هي: إياك تقولي لأي شخصية جوة الحلم إنك عارفة إنك جوة حلم. كنت عملتها يجي 30 أو 40 مرة قبل كده ومحصلش حاجة. ناس تضحك وتستهزأ وناس تختفي زي الدخان. مرة قلت لواحد واقف في الشارع: أنت مش حقيقي على فكرة، بص لي ببرود، وسابني ومشي. الموضوع ما كانش بيهز فيا شعرة، لحد ما جه وقت الجامعة. اتفقت أنا وأختي نورا نروح ندرس في القاهرة، أو ده اللي افتكرناه لحد ما شفنا الجامعة فين. لأن البلد كبيرة، لما حد يقولك القاهرة مفروض تسألي فين. فين بالظبط وعند مين؟ لأنها كبيرة جداً. والدي كان رافض الموضوع، بس أمي هي اللي أقنعته لما شافت تصميمنا. بس الوالد قرر يجي معانا قبل بداية الفصل، وطبعاً الأوضة اللي إحنا فيها دفع فلوس لصاحب السكن عشان يحولها في أسبوع لحاجة تليق ببناته. ونفسي أقولك إني اتغيرت، بس لأ. في الوقت اللي أختي بدأت تشوف الدنيا وتخرج، أنا كنت بكمل نوم. فأول ليلة بعد بداية الدوام صحيت في الغرفة دي، بس عرفت فوراً إني بحلم. ليه؟ لأن المطبخ كان في حيط وباب خشب قديم في المكان اللي المفروض يكون فيه الشباك. دي كانت علامتي. العجيب إن كل حاجة تانية كانت نسخة طبق الأصل من الغرفة، نفس العفش، نفس الكراسي، وحتى المنظر اللي برة الشباك كان نفس الشارع. بس الجو كان فيه برودة غريبة، برودة تقبض الصدر،
والسكوت كان تقيل، تحس إن الهوا نفسه واقف ما بيتحركش. وعلى السرير بتاع أختي نورة كانت قاعدة واحدة، عمر الخيال ما جابها لي قبل كده. ملامحها عادية، كانت بتقرأ في كتاب بهدوء مريب. كانت لابسة هدوم بسيطة جدا، قميص رمادي وبنطلون غامق، وشعرها طويل جدا. ملامحها ما فيهاش أي تعبير، وده بالذات اللي خلى اللي حصل بعد كده يكسر حاجة جوايا. قربت منها بخطوات واثقة، خطوات المغرورة اللي فاكرة إنها صاحبة المكان. سألتها بنبرة فيها سخرية خفيفة. انت عارفة ان ده حلم صح؟ كل اللي انت شايفاه ده ملوش وجود، وانت نفسك ملكيش وجود، انت مش حقيقية. ملت برأسها على جنبي براحة وهي بتغمز لي، كأنها بتوزن كلامي في عقلها، وابتسمت. ما كانتش ابتسامة شريرة ولا مرعبة بتاعت شياطين، كانت ابتسامة هادية، صغيرة، عادية جدا، زي ابتسامة أم بتبص لبنتها اللي ما بتفهمش. وقالت بصوت واطي ومستقر: طب طالما كل ده مش حقيقي، انت بتيجي هنا كل ليلة ليه؟ جسمي أشعر مفيش أي شخصية في أحلامي كلها. سألتني سؤال بالعمق ده، أو اتكلمت بالثقة دي؟ بلعت ريقي وقلت: باجي عشان ده حلمي أنا، وأنا اللي ممشيه واتحكم فيه وفي كل تفصيلة جوه. هزت رأسها ببطء شديد، وعينيها منزلتش من عليا. طيب وريني كده، حاولي تصحي. هزيت كتفي بلا مبالاة. مش عايزة أصحى. قربت وشها حاجة بسيطة، وقالت بنبرة آمرة وهدية في نفس الوقت: حاولي تصحي دلوقتي حالاً، جربي. التحدي استفزني. قلت في بالي هصحى وأسيبها لوحدها. بدأت أطبق طريقتي المعتادة اللي بعملها بقالي سنين وبتنجح في تانية. غمضت عينيا جامد جوه الحلم، وركزت بكل قوتي في إحساس جسمي الحقيقي وهو مفروض على السرير. ركزت في غطاء السرير، في ملمس المخدة، في نفسي. فتحت عيني، أنا لسه في الشقة، والست لسه قاعدة على السرير، ما اتحركتش سنتيمتر واحد. غمضت تاني وعصرت دماغي، ركزت لحد ما حسيت بصداع. مفيش فايدة. فتحت عيني، المكان هو المكان. أنا اتعزلت، أنا مش عارفة أخرج. الخوف بدأ يزحف من رجلي لقلبي، ضربات قلبي بقت سريعة ومرعوبة، والبرودة اللي في الشقة بقت تخنق. بدأت أعمل كل حاجة من اللي قريتها في حياتي، بقيت أفتح عيني وأقفلها بسرعة ورا بعض. بدأت ألف حوالين نفسي زي المجنونة لحد ما دخت. بقيت أصرخ في الحيطة: اصحي، اصحي يا لمار. رميت نفسي بظهري على الأرض عشان الصدمة تفوقني ولا الهوا. الشقة ثابتة زي الصخر، الجدران صلبة، والست قاعدة مراقباني وأنا بتهد وبفرفر قدامها. هي ما كانتش بتتكلم، كانت بس بتبص عليا بنظرة غموض. بعد حوالي تلت ساعة من المحاولات الهستيرية انهارت. وقفت وبتنفس بصعوبة، مع إن في الحلم ما بيتنفسش أصلاً، بس صدري كان بيترج من الرعب. بصيت لها وعيني مليانة دموع وعجز، وصرخت فيها. انت عملتي ايه؟ انت مين أصلاً وعملتي فيا ايه؟ بصيت للحيطة تاني، وأخدت نفس طويل، وقالت بكلام هادي بس كان بيخبط في ودني: انت بتيجي هنا كل ليلة، كل ليلة يا لمار، تشيلي حاجات وتحطي حاجات، تغيري لون السما، تهدي حيطة وتبني مكانها واحدة جديدة، وبتتعاملي مع كل ده بتفاهة وبقلة قيمة لمجرد إنك مقتنعة إنه مش حقيقي. سكتت شوية، والتفتت لي تماماً، وعينيها بقت في عيني مباشرة. بس أنا قاعدة على السرير ده كل ليلة انت جيتي فيها هنا من سنين، ولا مرة واحدة فكرتي تقربي مني وتسأليني أنا مين؟ كل اللي كنتي بتعمليه إنك تقفي فوق راسي وتقوليلي بكل غرور انتي مش حقيقية. وقفت مكاني، لساني اتعقد، والدم هرب من عروقي، ومبقتش عارفة أقول إيه. قامت وقفت، كانت أقصر مني، بس هيبتها والبرود اللي طالع منها خلاني أحس إنها أطول وأضخم بكتير. قربت مني بخطوات منتظمة لحد ما بقت المسافة بيني وبينها شبر واحد. نفسها ما كانش ليه صوت، بس نظرتها كانت بتخترقني. قالت بصوت هامس ومقلق: طب ولنفرض إنك غلطانة، ولنفرض إني موجودة هنا طول الوقت وإن المكان ده هو دنيتي الوحيدة اللي أنا عايشة فيها. انتي بتدخلي عليا كل ليلة وتديري ضهرك وتقوليلي في وشي إني نكرة، إني ماليش وجود. تفتكري ده إحساسه إيه؟ فتحت بقي عشان أجادلها، عشان أصرخ فيها وأقولها: أنتِ مجرد فكرة في عقلي الباطن. بس الكلام اتمسح من على لساني، حبالي الصوتية كانت مشلولة. كملت كلامها وهي بتلف وترجع للكنبة. انتي بتتعاملي مع المكان ده كأنه ملكك، كأنه بتاعك، بس انتي مجرد زائرة بتيجي وبتمشي. أنا بقى، أنا اللي عايشة هنا. قعدت تاني على الكنبة وسندت ظهرها، ورجعت تبص للحيطة الفاضية كأني ماليش أي قيمة. فضلت واقفة في الشقة دي، في نفس البقعة، ميتة من الرعب.
لدرجة حسيت إن فات يجي ساعة كاملة وأنا متثبتة في مكاني، لحد ما فجأة فتحت عيني. قمت مفزوعة في سريري الحقيقي. كانت الساعة 4 الفجر. السكون كان مالي الأوضة، ونورة نايمة على السرير التاني بتتنفس براحة ولا دريانة باللي مريت فيه. قمت من السرير وجسمي كله بيترعش. مشيت على طراطيف صوابعي للمطبخ، وقعدت على الكرسي قدام الترابيزة. فضلت باصة للفراغ لحد ما الشمس طلعت ونورت الشقة. الليلة اللي بعدها كنت مرعوبة من النوم. ما كنتش عايزة أغمض عيني أصلاً، بس جسمي خني. على نص الليل التعب هدني، وقفلت عيني في السرير الحقيقي عشان أفتحها فوراً جوه شقة الحلم. الست اللي بالرمادي كانت قاعدة في نفس البقعة اللي سبتها فيها من ساعات. نفس القعدة، نفس القميص الرمادي والبنطلون الغامق. أول ما ظهرت رفعت عينيها وبصت لي. ما كانش على وشها أي اندهاش، كانت نظرة هادية كأنها بتقولي: أنا مستنياكي هنا من زمان. وقفت جنب الباب في المكان الغلط اللي المفروض يكون فيه شباك المطبخ، وبقيت أبص لها وجسمي كله مشدود. ضربات قلبي كانت سريعة وبتطحن في صدري، مع إني عارفة إن في الحلم مفيش قلب حقيقي بيدق، بس الخوف بيخلق تفاصيله. قربت منها كام خطوة ووقفت على بعد مسافة قصيرة من الكنبة. كنت عايزة إجابات، ما كانش ينفع أسكت. قلت لها ونبرة صوتي بترتعش. انتي عملتي فيا ايه؟ ازاي حبستيني هنا الليلة اللي فاتت؟ رمشت بعينيها ببطء شديد وهزت رأسها يمين وشمال. ولا عملت أي حاجة. انتي طول عمرك بتعرفي تخرجي من هنا لمجرد إنك مقتنعة ومصدقة إنك تقدري تخرجي، بس دلوقتي الشك بدأ يدخل قلبك. سكتت للحظة وكملت بصوت أشبه بالفحيح: الشك ده عامل زي الشرخ، شرخ في أساس البيت اللي انتي بتبنيه وبتحكميه. كل ما شكك يكبر، كل ما تحكمك في الحلم يتهد، وكل ما الخروج من هنا هيبقى أصعب. صرخت فيها وأنا بداري رعبي. انتي كدابة، انتي بتخرفي. بصت لي بنفس البرود القاتل وقالت: طب ما تجربي، اختبري كلامي وشوفي بنفسك. غمضت عيني وعصرتها بكل قوتي. ركزت في السرير، في نورة، في ريحة الأوضة بتاعتي. مفيش فايدة. فتحت عيني لقيت الكنبة والست والحيطة. بدأت ألف حوالين نفسي بسرعة زي ما كنت بعمل زمان عشان أغير مكان الحلم. مفيش. المكان ثابت كأنه خرسانة. رميت نفسي لورا عشان أقع وأفوق من الصدمة ولا الهوا. بقيت أزعق في الشقة وأصرخ في نفسي: اصحي يا المار. الحيطة فضلت حيطة، والكنبة فضلت كنبة، والشباك باصص على المنظر الغلط اللي برا. الرعب كان بياكل في صدري. قعدت يجي 5 دقايق أو يمكن أكتر. الوقت جوة الحلم بيبقى مطاط ومخيف. وفجأة شهقت جامد وقمت قاعدة في سريري الحقيقي. كنت بغرق في عرقي، الهدوم لازقة على جسمي، والساعة كانت 2 بعد نص الليل. نورا لسه نايمة. جريت على الحمام، فتحت المية الساقعة، وبقيت أدلق على وشي وأنا بوزع نظرات مرعوبة في المراية. إيديا كانت بتتنفض ومبقتش قادرة أتحكم فيها. الصبح قعدت مع نورا على ترابيزة المطبخ وهي بتعمل القهوة. حكيت لها كل حاجة بنبرة بنت تايهة. حكيت عن الست الرمادي، الشقة اللي مش راضية تسيبني، العجز والشرخ والشك اللي الست اتكلمت عنه. كنت مستنياها تضحك أو تقولي أنتي بتهلوسي أو ده مجرد كابوس شديد شوية، بس ما ضحكتش. حطت فنجان القهوة قدامي وقعدت في الوش. بصت في عيني وقالت بقلق حقيقي: لمار، أنتي شكلك متبهدل وعينيكي فيها خوف مش طبيعي. أنتي مبقتيش مجرد بتحلمي، أنتي بقيتي خايفة تنامي، وده خطر. أنتي لازم تشوفي دكتور أو حد متخصص، لازم تتكلمي مع حد فاهم. كلامها كان فيه منطق، بس الخوف جوايا كان أقوى. ما بقتش عايزة أنام. بقيت مرعوبة من اللحظة اللي هقفل فيها عيني وأرجع للشقة الكابوس دي. فضلت صاحية على قد ما أقدر. عملت تانك قهوة ورا تانك. بقيت أشغل مسلسلات وبرامج ماليش فيها ولا بفهمها، بس عشان الصوت. بقيت ألعب على الموبايل لحد ما عيني زغللت. فضلت عصرة عيني لحد الساعة 3 الفجر وجسمي انهار. أغمى عليا وأنا قاعدة على الكنبة. فتحت عيني لقيت نفسي في شقة الحلم، والست الرمادية قاعدة في نفس مكانها بنفس التعبير. حاولت أهرب وأصحى فوراً، بس الموضوع أخد مني يجي 10 دقايق كاملة من العذاب، لحد ما قمت مفزوعة على الكنبة في بيتي، والتلفزيون لسه شغال وصوته عالي في الصالة. الليلة اللي بعدها فضلت لحد الساعة 4 الفجر، وما حسيتش بنفسي غير وأنا بقى على المكتب ومغمى عليا. ونفس السيناريو اتكرر: شقة الحلم، الست الرمادية، والصعوبة في الصحيان بقت ألعن. الموضوع أخد مني يجي ربع ساعة من المحاولات الهستيرية عشان أفوق. الليلة التالتة ما قدرتش أصمد غير لحد التانية بالليل بس. نمت في السرير جنب نورة وصحيت جوا الشقة إياها. الست قاعدة ومثبتة عينيها عليا. حاولت أصحى، والمرة دي الموضوع أخد وقت أطول، يمكن تلت ساعة كاملة،
لما فتحت عيني أخيراً كانت الشمس بدأت تشقشق. كنت حاسة إني صحية بقالي سنين مش كام يوم. جسمي كان مهدود وروحي بتطلع. في الصباح الرابع نورة لقيتني نايمة على المكتب، رأسي مرمية على الكيبورد. هزت كتفي براحة، بس الصدمة إني مكنتش عارفة أنا فين. الأوضة شكلها غريب، ملامح نورة نفسها كانت مشوشة ومش مظبوطة. فضلت مبحلقة فيها لثواني بحاول أستوعب، هو أنا لسه بحلم؟ هي دي نورة الحقيقية ولا لسه جوه الكابوس؟ نورة شافت النظرة دي في عيني واتعبت، وشها جاب ألوان وقالت لي بنبرة حاسمة: ما فيهاش فصال. لمار، أنا حجزت لك ميعاد عند دكتورة نفسية، في دكتورة متخصصة، وإحنا رايحين دلوقتي. ما كنتش بتستأذني، كانت بتأمرني، ومن كتر تعبي استسلمت. المتخصصة كان اسمها دكتورة كلارا، ست عندها يجي 40 سنة، شعرها أسود وقصير ولابسة نظارة مدورة. مكتبها كان يحسسك بالهيبة. قعدت وحكيت لها كل حاجة من طق لسلام عليكم. كلارا كانت بتسمع بتركيز مريب، ما قطعتنيش ولا مرة، وإيدها ما بتفصلش كتابة في نوتة قدامها. لما خلصت ملامحها اتغيرت وبان عليها القلق. سألتني تفاصيل دقيقة جدا: شكل الست الرمادي إيه بالظبط؟ قالت إيه بالحرف؟ الشقة تفاصيلها بتتغير ولا ثابتة؟ سندت ظهرها لورا وقالت بكلام موزون: هي بص يا لمار، السيكولوجيا وأبحاث النوم سجلت حالات قبل كده لحالمين واعيين متمكنين قابلوا شخصيات جوه أحلامهم بتتصرف كأن ليها إرادة مستقلة، شخصيات بتفتكر أحداث من أحلام قديمة وبتتصرف من دماغها مش بناء على توقعات الحالم. أغلب الأبحاث بتقول إن دي أجزاء معقدة ومستخبية من عقل الحالم الباطن. بس سكتت شوية وبصت لي من فوق النظارة وتغير نبرة صوتها. من كلامك انتي كل ما بتشوفيها بتحاولي تصحي فوراً، ليه ما تحاوليش تتكلمي معاها؟ أكيد حضورها في الوقت ده ليه سبب، وعقلك الباطن بيحاول يوصلك رسالة معينة. أنا وافقت فوراً. كنت بتعلق في قشاية والميعاد كان الليلة. طبعاً مش هنرجع سكن البنات، أنا هنام في غرفة خاصة عند الدكتورة، بس هكون مربوطة في أجهزة عشان تقيس موجات دماغي. المعمل كان عبارة عن أوضة شكلها زي أوضة النوم العادية، بس في شباك إزاز كبير كاشفها من برا، وكاميرات مراقبة مغروسة في الزوايا. دخلت كلارا وبدأت تلزق أقطاب كهربائية، سلوك رفيعة وأقراص صغيرة بتلزق على فروة رأسي وجبهتي. ورتني شاشة الكمبيوتر اللي بتتحرك عليها خطوط متموجة، وقالت لي وهي بتطمني: الخطوط دي هي موجات مخك، من هنا هعرف أول ما تنامي وأول ما تبدأي تحلمي، واللحظة اللي هتبقي فيها واعية جوه الحلم. الأحلام الواعية بتعمل نمط خاص جدا للقشرة الجبهية للمخ، بتنور بطريقة ما بتشبهش الأحلام العادية، كأن المخ صاحي ونايم في نفس الوقت. كلارا طفت النور وخرجت. شفتها من وراء الإزاز وهي بتدخل أوضة المراقبة اللي جنبي، وقعدت هي ونورا قدام الشاشات يراقبوا الإشارات اللي طالعة من دماغي. اتمددت على السرير وقفلت عيني. إحساس الأقراص اللزجة على جلدي كان غريب ومقلق، والسلوك كانت بتشد خفيف كل ما أحرك رأسي. حاولت استرخي، بس ضربات قلبي كانت بتطحن في صدري. كنت مرعوبة من اللحظة اللي هروح فيها في النوم وأشوفها تاني، بس في نفس الوقت كنت هموت على إجابة تريحني. ركزت في النفس، شهيق، زفير، وراحت عيني في النوم أسرع ما كنت أتوقع. الموضوع حصل في فمتو ثانية، مفيش تدريج ولا دخان. اللحظة دي كنت في السرير، واللحظة اللي بعدها بقيت واقفة جوه شقة الحلم. بس الجو المرة دي كان مختلف. الهوا كان تقيل، تقيل لدرجة تخنق، كأن الحلم بقى ليه وزن مادي بيضغط على كتافي، وجدران الشقة بقت أصلب وأقوى. الست الرمادية ما كانتش قاعدة على الكنبة المرة دي، لقيتها واقفة جنب الشباك ومدياني ظهرها وباصة على السما برا. السما برا كانت مجنونة، كانت بتتأرجح بين الليل والنهار في ثواني. سما زرقاء وفيها غيوم، وفجأة تضلم وتبقى كحل ومليانة نجوم، وترجع تاني نهار. ده كان بيتكرر كل كام ثانية بشكل يلحس المخ. قالت بصوت واطي انتي جبتي ناس تانية معاكي المكان ده، أنا حاسة بيهم. ومن غير ما تلتفت لي. جسمي أشعر برودة مريبة سرت في أوصالي، مع إن الجسم في الحلم ما بيحسش بالحرارة. كملت كلامها ونبرتها فيها عتاب. في وجود جديد دخل هنا، ناس بتراقب وبتسجل. عرفت فوراً إنها تقصد كلارا، وتقصد الأجهزة اللي متوصلة بدماغي برا. لفت وبصت لي في عيني مباشرة. بلعت ريقي وسألتها وأنا بنهج: انتي ايه بالظبط؟ شياطين؟ هلاوس؟ انتي مين؟ مالت برأسها على جنب بنفس الحركة اللي عملتها أول مرة، وقالت بصوت هادي: دي كلها أسامي ومصطلحات انتي بتخترعيها عشان تحشريني في حدود فهمك البشري. أنا ببساطة حد عايش هنا ومليش مكان تاني بره المكان ده.
أنا موجودة في الشقة دي، الشقة اللي ما بتظهرش غير لما أنتي بتنامي، المكان اللي أنتي بتزوريه بقالك سنين. مشت براحة لحد الكنبة وقعدت وشاورت لي بإيدها على الكرسي اللي قدامها كأنها بتقولي اتفضلي اقعدي. قعدت من غير ما أنطق كلمة. بدأت تتكلم، وأنا المرة دي ما كانش عندي الشجاعة ولا القدرة إني أقاطعها. قعدت قدامها وهي بدأت تتكلم بصوت هادي. بقالك سنين بتيجي المكان ده يا لمار، تشكليه بمزاجك، تشيلي حيطة وتحطي كرسي، تغيري ألوان السما، تبني مدن كاملة ورا الشباك لمجرد إنك تطيري وتتفرجي عليها. كنتي بتتعاملي مع المكان ده كأنه الملاهي بتاعتك، الملعب الشخصي اللي ملكك لوحدك. عمرك ما فكرتي ثانية واحدة انتي ازاي بتعملي كل ده، وليه أختك التوأم مش بتقدر تعمله؟ بلعت ريقي وبقيت أبص لها وأنا مذهولة. كملت وهي بتمسح بصباعها على طرف الكنبة. في ناس اتولدوا بمهارات ومواهب مميزة يا لمار، بس انتي بنيتي حدود قدراتك على قد ايه شفتي البشر من حولك. أنا كنت هنا طول السنين اللي فاتوا، قاعدة على الكنبة دي، شايفاكي وانتي بتهدري مواهبك، كل اللي عارفة تعمليه شوية تلاعب بالأحلام. نبرة صوتها جه عليها حزن غريب وقالت: انتي اللي عملتيني وانتي صغيرة، وأنا كنت معاكي في العالم المادي، وانتي نقلتيني هنا عشان أفضل معاكي، خلتيني حبيسة أحلامك، أفضل بس أهتم بيكي. ولما كبرتي بدأتي تنسي أنا مين، وأول مرة تكلميني فيها بعد السنين دي كلها بتنكري وجودي، كأنك بتقولي لبنتك انتي ملكيش وجود. تفتكري ده إحساسه إيه؟ زوري اتقافل. حسيت إن رقبتي مربوطة بحبل ومش قادرة أنطق بحرف واحد. هي فضلت قاعدة تبص لي، مستنية مني كلمة، رد، أي حاجة. بس أنا صحيت وأنا بنهج وبشهق زي اللي كان بيغرق. الأقراص والسلوك كانت لسه ملزوقة في رأسي. التفت بسرعة وبصيت من وراء الإزاز. لقيت كلارا ونورا مبحلقين في الشاشات، وشوشهم مخطوفة وعليها علامات ذهول وحيرة مش طبيعية. كلارا كانت بتشاور بصبعها على حتة في الشاشة، ونورا باين إنها مش مصدقة. دخلت كلارا الأوضة بسرعة وسألتني بنبرة مخطوفة. لمار، إيه اللي حصل جوه؟ حكيت لها كل حاجة بالحرف ومن غير ما أخبي تفصيلة واحدة. لما خلصت كلارا قالت وصوتها فيه رعشة قلق: لمار، إشارات مخك ونشاطك العصبي المراتي طلعوا أنماط إحنا عمرنا ما شفنا زيها في تاريخ الأبحاث. المؤشرات بتقول كأنك كنت في حالة حوار حقيقي مع وعي تاني مستقل، شريطين تفكير منفصلين تماماً شغالين في نفس اللحظة، شريط بتاعك انتي والشريط التاني حاجة تانية خالص، إحنا مش لاقين لها أي تفسير علمي. طبعاً تاني يوم الصبح جه دكتور مخ وأعصاب راجع التحاليل والإشاعات وعمل لي كل الفحوصات الممكنة. النتيجة كله تمام، مخي سليم وزي الفل ومفيش أي مرض عضوي. بس الدكتور بص ليا وقال بنصيحة حاسمة: انتي لازم توقفي موضوع الأحلام الواعية ده تماماً. وافقت وأنا قلبي مقبوض. الفكرة في حد ذاتها كانت بتمرضني. الأحلام دي كانت حتة من عمري بقالها أكتر من 10 سنين. بس رعب الست دي كان أكبر بكتير من أي شغف. عملت خطة، ظبطت منبهات على موبايلي، منبه كل ساعتين طول الليل. الفكرة إني أنام بشكل متقطع، أصحي نفسي أول بأول قبل ما أدخل في النوم العميق، قبل ما يبدأ الحلم، وقبل ما رجلي تسحبني عندها. أول ليلة كانت مأساة. المنبه ضرب الساعة 2 الفجر. قمت مشوشة ومش شايفة قدامي. بقيت أتحسس الحيطة والسرير عشان أتأكد إني في دنيتنا الحقيقية. ورجعت نمت وأنا عارفة إن في منبه تاني هيضرب بعد ساعتين. على ما الصبح جه كنت حاسة إني منمتش دقيقة واحدة. رأسي كانت هتنفجر وعيني بتولع نار. بس كنت فرحانة، ما حلمتش. ما شفتش الست الرمادية. نورة عملت لي الفطار والقهوة وبصت في وشي بحزن. رديت بصوت رايح. الليلة التانية كانت نفس العذاب، منبه كل ساعتين، نوم خطف ما بيلحقش يغرق في حلم. التالتة، الرابعة، الخامسة، كله ورا بعضه. على اليوم الخامس كنت بقيت شبه الزومبي، ما بقيتش مجمعة. بقيت أتنرفز على نورة من أقل كلمة. في الكلية مش عارفة أركز وبقيت أنسى حاجات بديهية. بس كنت بقاوح، مرعوبة من اللي هيحصل لو نمت طبيعي. في الليلة السادسة التعب كسبني. انهارت ونمت على السرير من كتر الإجهاد قبل ما أظبط المنبهات أصلاً. غطست في نوم تقيل عميق زي الحجر، وفتحت عيني فوراً جوه شقة الحلم. عرفت أنا فين من أول تانية. الست الرمادية كانت قاعدة في مكانها على الكنبة بالظبط زي أول مرة شفتها من شهور. بس الشقة كانت متغيرة،
بقت واضحة وتفاصيلها حادة بشكل يخوف. الخشب بتاع العفش باين فيه ملمسه الحقيقي، النور اللي داخل من الشباك ليه عمق وظلال واقعية جدا، كأنها شقة بجد. رفعت عينيها وبصت لي، ما كنتش متفاجئة بالغياب بتاعي، وقالت بنبرة هادية بس توجع القلب: هروبك من المكان ده مش هيخليه يختفي يا لمار. كل اللي بتعمليه إنك بتسيبيني هنا لوحدي في المكان اللي انتي خلقتيه. فضلت قاعدة على الكنبة دي 5 أيام كاملة، ماليش أي حاجة أعملها في الدنيا غير إني أستناكي ترجعي. سكتت وبصت في عيني بنظرة عتاب. انتي عمرك فكرتي إنك لما خليتيني أوعى انتي خلقتي جوايا روح حقيقية؟ يمكن زمان قبل ما تقوليلي إني مش حقيقية كنت مجرد خيال في الخلفية، نايمة مش دريانة بحاجة. بس دلوقتي ما بقاش ينفع أرجع للي كنت فيه. انتي صحتيني، ودلوقتي أنا مجبرة أعيش بالوعي ده. مفيش زرار بيمسح اللي عرفته. ملامح وشها اتقفلت بحزن يقطع القلب، وسألتني سؤال ملوش إجابة: انتي كنتي مستنية مني إيه بالوعي اللي اديتيهولي ده؟ أروح فين لما انتي ما تبقيش هنا؟ وأفكر في إيه وأنا قاعدة في الضلمة مستنياكي لما تتكرمي وترجعي؟ الدموع تجمعت في عيني وبقت تنزل على وشي. حاولت أتكلم، حاولت أعتذر، حاولت أقول أي كلمة أصلح بيها الذنب ده، بس ما طلعش مني غير صوت بكاء مكتوم وعاجز. فضلت قاعدة مراقباني، مستنية إجابة أنا نفسي مأملكهاش. صحيت من النوم وأنا بعيط بجد، دموع حقيقية مغرقة وشي ومخدتي. نورة كانت صاحية جنبي، شافتني بالمنظر ده واتخضت. اترميت في حضنها وقلت لها كل حاجة وأنا بشهق من البكاء. نورة، أنا غصب عني. أنا شكلي خلقت حاجة حية جوه أحلامي، حاجة بتتنفس وبتفكر وبتحس، وأنا مش عارفة أصلح اللي عملته ده إزاي. مش عارفة. كنت مستنياها تقولي أنتي اتجننتي، أو تقولي اهدئي ده مجرد حلم ملوش قيمة، بس ما قالتش كده. خدتني في حضنها جامد وطبطبت عليا وفضلت ضماني وأنا بنهار. فضلت ساكتة وقت طويل ومبطنطقش، بس محتوياني. لما هديت ودموعي وقفت، رفعت وشي وبصت لي بحنان وقالت بصوت واطي: لمار، يمكن الحل مش عند دكاترة، يمكن الحل عند الست دي. هي مش قالت إنها كانت في العالم بتاعنا؟ يمكن تقدري تخرجيها، سواء كان اللي بيحصل ده حقيقي أو مش حقيقي. هزيت رأسي وأنا ساندة على كتفها، مستسلمة تماما ومش عارفة اللي جاي هيكون إيه. لما هديت خلاص قررت أرجع أنام، والأول مرة أرجع للأوضة نفسها من غير ما أكون خايفة. لقيت نفسي نايمة في حضنها، وأول ما انتبهت ليا لقيتها بتقولي بابتسامة: أظن خلاص أنا عرفت أنتي بتيجي من أنهي جهة. قمت بسرعة وحاولت آخد نفس طويل قبل ما أتكلم معاها. أنتي قلتي إنك كنتي معايا في العالم المادي، صحيح؟ لقيتها بتهز دماغها كأنها بتوافق على كلامي، ولسه على وشها نفس الابتسامة. فسألتها: طيب هل بتقدري تعلميني إزاي أتحكم ويمكن أقدر أساعدك ترجعي للعالم المادي بتاعنا؟ كانت بتسمعني من غير ما تقاطعني، ملامحها هادية ومريحة. ولما خلصت قالت لي: كنت منتظرة اللحظة دي، يلا بينا نبدأ. التعلم في عالم الأحلام يعتبر معجزة بحد ذاتها. اللي فهمته من الست الرمادية، واللي طبعاً طلبت مني أنده لها باسم أبيزو، إنه وأنا في عالم الأحلام أنا مش بس في أقوى حالاتي، لأ، أنا بكون أقرب لروحي وللعالم الروحي كله. وفي كل يوم كل ما أصحى كنت أحس بفرق كبير في حركة جسمي وفي رؤيتي نفسها. أنا ونورة كنا أساساً بنلبس نظارات، قدرت أشوف من غيرهم. كنت أقدر أحفظ كتب كاملة بمجرد قراءتها. وأفضل حاجة حصلت هي قدرتي البدنية وسرعتي في الركض، ولا ركضي لأي مدى بقدر أوصله، أو حتى ارتفاع القفز. قدرت في آخر تجربة ليا إني أنط 5 متر في السماء وأنزل بكل بساطة كأني بطفو، لحد ما وصلت لآخر درس قبل ما أقدر أساعد أبيزو إنها تطلع للعالم المادي بتاعنا. الليلة دي لقيت نورة واقفة في المطبخ بتعمل الغدا. وقفت على الباب وبقيت أتأملها. ملامحها كان باين عليها التعب والهم. البنت دي بقالها شهور عايشة في رعب وقلق عليا، وأنا المغرورة الأنانية ما كنتش حاسة بوجودها أصلاً. قربت منها بالراحة وحضنتها من ظهرها ودفنت وشي في كتفها وهمست لها: أنا أسفة، أسفة يا نورة إني عايشتك في الرعب ده كله بسببي. لفت ليا وعينيها كان فيها ميكس غريب، راحة على حزن على كسرة، وقالت بصوت مخنوق: أنا مش عايزة حاجة من الدنيا يا لمار غير إنك تكوني كويسة وتكوني معايا.
قلت لها أنا هبقى كويسة، خلاص قربت من النهاية. الليلة دي دخلت السرير بدري، نمت على الساعة 10 بالليل، وجسمي سحبني هورا للشقة، وأبيزو قاعدة في مكانها المعتاد على الكنبة. المرة دي ما وقفتش فوق راسها كأني مديرة المكان، مشيت بالراحة وقعدت على الكرسي اللي في الوش. قعدت وفضلت ساكتة مستنياها. رفعت عينيها وبصت ليا وقالت: قبل ما تتعلمي إزاي أنا أخرج، المفروض أنتي تتعلمي إزاي تخرجي. بتسموه في العادة الإسقاط النجمي، بس هو أكبر بكتير من اللي بيتم شرحه في اليوتيوب وحسابات الطاقة في تيك توك. قلت لها بنبرة هادية وفيها تحدي: أنا مستعدة لأي حاجة. مالت براسها على جنب وبان على وشها الحزن، كأنها حزينة إنها قربت تسيبني، مستنية. وأخدت نفس وقالت: كل اللي عايزاه بس لما أمشي من هنا إنك تفهمي إن المكان ده ليه قيمة وليه حرمة، حتى لو كان المكان ده ملوش وجود غير في خيالك انتي وبس، فهو برضو عالم يستحق الاحترام. نزلت راسي في الأرض وقلت لها بصدق: أنا أسفة، بجد أسفة. أنا عمري ما فكرت في الموضوع بالطريقة دي، وعمري ما جه في بالي ثانية واحدة إن العالم ده ممكن يكون فارق مع حد أو ليه قيمة عند أي كيان. فضلت بص عليا وأنا بتكلم، ملامحها وقعدتها المشدودة بدأت تتفرد. كملت كلامي وقلت: أنا لو رجعت للأحلام الواعية تاني في يوم من الأيام هعمل ده بطريقة تانية خالص. هبقى فاكرة دايماً إني هنا مجرد ضيفة مش صاحبة البيت، هتعامل مع المكان ده بكل حرص وأدب. ساد السكوت في الأوضة لوقت طويل، سكوت مريح المرة دي مش تقيل. وبعدين هزت راسها بالراحة، والأول مرة من 3 شهور الست دي ابتسمت. ما كانتش ابتسامة مجاملة ولا ابتسامة صغيرة، دي كانت ابتسامة حقيقية صافية ومن القلب، غيرت ملامح وشها كله. وقالت بصوت دافي: يلا بينا. وبدأت تعلمني الخطوات ومفروض أركز إزاي على الهالة بتاعتي لحد ما فتحت عينيا في العالم المادي بس بجسم طيفي. كنت حاسة إني خفيفة، خفيفة قوي كأني طايرة. الحمل التقيل اللي كان كابس على صدري ومطير النوم من عينيا بقاله أسابيع اتمسح. بصيت جنبي لقيت نورة نايمة في هدوء. الساعة كانت 3 الفجر. بدأت أحاول أركز هالتي خاصة، بس في اللحظة دي حسيت بحاجة غريبة. أنا كأني مش أنا. كنت حاسة إني مش حاسة بهالتي الخاصة، كأني خسرت الاتصال مع روحي نفسها. جيت أرجع على جسمي عشان أسأل أبيزو، وهنا كانت الصدمة. لقيت نفسي ببص على جسمي وهو بيصحى من النوم، وعيني جت حرفياً في عين جسمي، بس كنت عارفة إن اللي بيتحكم فيه دلوقتي كانت أبيزو. كنت مش قادرة أقول أي حاجة. لقيتها بتبص عليا وبتضحك وهي شايفاني وبتقول بصوتي: لمار البنت المعجزة، من صغرك وانتي مقدرلك توصلي لأبعد من كده، بس أنا أسفة، أنا مليت من حياتي وكنت عايزة جسم لنفسي، وما كنتش هقبل بأي جسم وخلاص. أنا عايزة الأفضل، وانتي كنتي الأفضل. كانت بتكلمني بصوتي أنا، بس بنبرة مختلفة تماماً وبابتسامة مرعبة. أنا اتضحك عليا وما قدرتش ولا عرفت المفروض أعمل إيه. لقيت أبيزو بتتحرك لشباك الأوضة وبتفتحه. الصوت صحى نورة وشافتني، شافت جسمي واقفة على الشباك، بس كان باين على وش نورة إنها عارفة إن دي مش أنا. وقبل ما تقول أي حاجة أبيزو اختفت من المكان وبدأت تنط من سطح للتاني وهي بتضحك بأعلى صوت ليها. أنا حاولت ألحقها، بس الغرفة كانت لسه زي الحبس ليا، ما كنتش قادرة أخرج منها. كروح نورة حاولت تدور عليا أو على أبيزو، بس من غير أي فايدة، ورجعت بلدنا لوحدها وأنا عارفة إنه مستنيها حبس انفرادي وحياة صعبة من والدنا وحياة مأساوية، وكله بسبب غبائي أنا. لما أنهت قصتها من غير أي مقاطعة مني كنت مش قادرة أوقف دموعي خلاص. لقيتها بتحط إيديها على الشباك وظهر لي وقتها زي حاجز شفاف منعها إنها تطلع برا الغرفة، كأنها محبوسة في قفص إزاز. مش عارفة إيه اللي اداني الأمل أو القوة إن أقدر أتصرف، بس لقيت نفسي فجأة بمسك الكرسي الخشب اللي في الأوضة وبضرب بيه الشباك بكل الحقد والغل اللي اتجمع جوايا وأنا بسمع قصتها. ضربته بكل قوتي لحد ما الحاجز ده اتدشدش تماماً. لقيت لمار مذهولة ومتعجبة من اللي حصل. الفرحة نورت وشها بس للحظات، وبعدها قالت بنبرة يائسة: حتى لو خرجت هروح فين؟ محدش هيقدر يشوفني ولا يساعدني. أنا قلت لها بثقة وأنا بنزل الكرسي مكانه:
أنا أعرف حد ممكن يشوفك وأكيد هتقدر تساعدك. وشاورت لها على الاتجاه اللي تمشي فيه، وفضلت هي طايرة بتطفو في الهوا وهي رايحة في طريقها لعند ريتال. كان باين عليها الخوف والتردد، وكان من حقها الصراحة، اللي مر باللي هي مرت فيه هيفقد الثقة في الكون كله. بس قبل ما تبعد وتختفي ندهت عليها وسألتها: هو صحيح انتي ليه أول مرة اتقابلنا فيها زمان نطيتي في وشي؟ هل كنتي عارفة اني بقدر أشوفك؟ لقيتها وقفت وترددت حبة وقالت بصوت اهتزازي: أصل الهالة بتاعتك، ورغم إنك من الإنس إلا إن الهالة دي الشبح. وقطع كلامها فجأة صوت الست فوزية وهي داخلة الأوضة بتزعق وتصوت بأعلى صوتها لأني كسرت الشباك. لما رجعت أبص ورايا كاني عشان ألمح لمار، لقيتها اختفت. والست فوزية فضلت تشد فيا وتجرجرني لحد ما طلعتني بره المبنى والسكن كله. كنت واقفة في الشارع مش فاهمة أي حاجة. هل لمار واللي شفته وسمعته ده كله حقيقي ولا أنا اللي اتجننت؟ طلعت موبايلي وبعت رسالة لسارة تطلب من أمها رقم ريتال فوراً عشان أكلمها، عشان في حال لو لمار وصلت عندها تبلغني. بس أكيد سارة في سابع نومة دلوقتي. أما أنا ففضلت صاحية طول الليل، النوم مش قادر يمس عيني. فضلت أفكر في كل كلمة سمعتها وبسأل نفسي: هو إيه العالم المقلوب اللي لقيت نفسي جواه ده؟